مو الزهراء اوديها بالموبايل رسالة 7 مرات يا زهراء اذا توديها ال5 تقضى حاجتك، واذا ما توديها ينزل عليك بلاء. هاي منين جبناها هاي الخرابيط الخزعبلات؟ منين جبنا هاي الزهراء؟ حطيناها بالموبايل. هاي ما شاء الله صار كم يوم استغلال. وبعاشوراء يا ابا الفضل 10 وديها ال10، اذا ما توديها، اذا توديها ال10 تقضى حاجتك، ما توديها ال10 يسطرك ابو فاضل. وقاعد نلعب بالدين طوبة، قاعد نلعب باهل البيت طوبة. هاي غير مسموح بها الامور. رجاء شبابنا انطيها مسح هاي الرسائل، لا تتعامل بها، هذا ترويج للخطأ. مع احترامي لاسماء اهل البيت، ما امرونا هكذا باهل البيت، ما امرونا بهذه الامور. تعال ودي لي الرسالة بها يا زهراء، تنشر الزهراء انت بهاي القضية، تدعم الزهراء عن طريق خطأ، تحرج المقابل والله ما عنده رصيد، وتحط وياها اسم مدعومة من فلان، مدعومة من فلان، مدعومة من فلان. هو هاي قيمة الزهراء؟ هاي الزهراء اللي صار لنا 3 أيام نقرأ بخطبتها وما واصلين إلى حقيقة أمورها وحقيقة واقعها وحقيقة حقيقتها اللي هي عمق الكلام، الذكرى الزهراء ودقة الكلام. نجي نحولها الرسائل وموبايل ونحاول جهد إمكاننا نونس أنفسنا بهاي السوالف. لا، هذا ما مقبول أبدا، ما مقبول أبدا. وأنا أعتبره إساءة للزهراء، بل أعتبره ترويج للباطل. وبصراحة نقوله وبكل شجاعة، منين جبت هاي؟ إذا ما أودي رسالة ال5 أو ال10 وما أذكرها ينزل علي بلاء وامتحان. هاي منين جبت هاي المعصوم ما سولف هاي السوالف. منين جبتها إذا ما أودي الرسالة ال5 وال6 أنه ينزل علي بلاء وراح أشوف سوء؟ منين جبنا هاي ثقافة تعبانة، هاي ثقافة مال واحد اتكالي، هاي ثقافة مال واحد أصلا ما مثقف، هاي لا ثقافة.